القانون الاول، ديما تمشى بظهرك مسرح وكتاف مقادين. غادي تقدر في الاول تشوفها واحد الحاجه عاديه وماشي شي حاجه اللي سبيسيال، يعني نتمشى مسرح ومن بعد علاش باش نبان قدام الناس زعما. هنا فين كيبدا علينا الكاتب وكيهضر على لغه الجسد بواحد الطريقه اعمق. لغه الجسد ديالك كتمشي مع الوضعيه الاجتماعيه ديالك. مثلا ناخذ مثال بلوبستر. لوبستر هو سرطان البحر، ما عرفتكش واش غتكون كتعرفوا ولا لا. المهم الا كنتي تفرجتي في سبونج بوب فلوبستر هو مستر سلطع، واحد الحيوان كيعيش في البحر. هاد النوعيه ديال الحيوانات ملي كيكبروا كيحتاجوا انهم يلقاو شي دار باش يحتميو فيها. ملي كيلقاوها خاصهم يدابزوا مع بعضياتهم، واللي كيربح كياخذها. المهم ماشي هكا خدامين، ولكن غير كنحاول نقرب ليك المعنى وصافي. اللي كيربح وكياخذ هاد الدار اوتوماتيكمون كيولي كيتمشى وكتافهم مفتوحين ومخرج صدرو، ولكن اللي كيخسروا كيبقاو كيتمشاو وهما حانين راسهم والوقفه ديالهم ضعيفه. وهذا الشيء نفسه كينطبق علينا حنا البشر. حنا طبيعيا هكا دايرين، القوي فينا كيتمشاو كتافو مفتوحين والضعيف كيتمشاو كتافو هابطين. ولكن للاسف في هذا الوقت هذه اللي ولينا عايشين فيها ولينا باغ ديفو، يعني النورمال ولا هو انك تمشى حاني بسبب البيسيات التليفونات اللي كنبقاو ديما حانين راسنا فيهم الى اخره. والا كنتي من الاغلبيه ديال الناس حتى انت ولا انت كتمشاو كتافك هابطين، فراه هاد البوزيسيون كتصيفط لدماغك اشارات باللي راك كاين اسفل الهرم. وهنا فين كيجي الدور باش نهضروا على واحد الحاجه مهمه، فاسمع مزيان. دماغك ملي كيشوفك عندك واحد الوقفه ضعيفه كيشوفك على اساس انك ضعيف، وبالتالي دوك الهرمونات اللي مسؤولين على القوه بحال التستوستيرون بالنسبه للدراري ولا الدوبامين السيروتونين حتى هو، المهم داكشي اللي كيخليك تعيش مزيان وكيخلق لداخل فيك داك الحماس والموتيفاسيون باش تخدم تقرا وتوصل لمراتب عاليه. هاد الهرمونات هادو ما كيبقاش دماغك كيفرزهم بزاف، وبالتالي كتولي بصح ضعيف وكتهبط لاسفل الهرم. وبالمناسبه غنخرج على الموضوع شويه، لغه الجسد ديالك عندها علاقه حتى بالاحاسيس ديالك. يعني الا كنتي معصب مثلا جرب ضحك بزز على راسك الضحك وغتشوف باللي الغضب حتى هو غيبدا كيمشي. ولا الا كنتي كتمشى وراسك هابط لتحت وعينك مسدودين راه نورمال غتحس بالديبرسيون. داكشي علاش جرب عاود فتح عينك وقاد الوقفه وتبسم وغتلقى راسك باللي المورال ديالك طلع والمود تبدل. المهم ما علينا نكملوا في الموضوع ديالنا، وغنقرا لكم دابا واحد المقوله قالها الكاتب في الكتاب ديالو، وهي اسرع طريقه باش توصل للقمه هي تتبنى لغه الجسد ديال داك خونا اللي كاين في القمه. حيت الا كنتي كتبنى لغه الجسد ديال واحد فاشل راك صافي غتولي في حاله ما فيهاش الشك. واجي دابا نهضروا على الناس كيفاش كيشوفوك، خصوصا على الفيرست امبريشن، يعني الانطباع الاول. تخيل معايا دخلتي لواحد البيت عامر بالناس، راه الا دخلتي وانت مطوي اللاواعي ديالهم غيشوفك على اساس انك شخص فاشل وشخص اللي كاين تحت الهرم، واوتوماتيكمون ما غيبغيوش يعرفوك وغادي تولي محتاج انك دير مجهود كبير باش انك تعجبهم. ولكن الا دخلتي مسرح اللاواعي ديالهم غيشوفك على اساس انك انسان عنده قيمه عاليه، وبالتالي غتجيك اسهل انك تتواصل معاهم، انك تفتح علاقه معاهم. وغتسولني دابا كيفاش ندير وقفه مسرحه؟ سهله، غادي تحاول ترجع كتافك وتخرج صدرك وتعلي راسك حتى توصل لديك الدرجه اللي غادي تبدا تقول في راسك غيشوفوني الناس بحال الا كان عياق. حتى لهاد الدرجه، حيت هذاك هو النورمال. خاصو يجيك داك الاحساس اللي غيخليك تقول مع راسك واقيلا الناس غيسحاب ليهم باللي كان عياق. هكا غادي اولا تقاد الظهر ديالك، وفي نفس الوقت غتكون حققتي هادشي اللي من الصباح حنا كنهضروا عليه. فعقل على هادي مزيان من دابا ومن هاد اللحظه ملي تكون خارج تسرح. القانون الثاني، عامل راسك فحال شي واحد مسؤول عليك. شنو زعما هادي وكيفاش تقدر ديرها؟ تخيل معايا عندك شي صاحبك عزيز عليك ولا شي حد من العائله اللي عنده شي مشكله، غالبا ما غتعطيه وقت غتعاونو يحل المشكله ديالو. ولكن ملي كتكون انت ولا انت هو داك خونا اللي كيعاني كتلقى راسك باللي ما كتعاونش راسك، ما قادرش تعطي لراسك نصائح. علاش؟ الاب الا شاف ولدو كيكمي غادي يغوت عليه، غيحيد له كارو، غيقول له ما تبقاش تكمي، غيتعصب، ومن بعد غادي يمشي يجلس ويهز كارو يكميه فحال اي اب او ام اخرين. كيطبقوا ديك المقوله الشهيره ديال دير داكشي اللي كنقول لك ماشي داكشي اللي كندير انا. ولكن حنا غنقزوا داكشي كامل وغنمشيو للسبب الرئيسي علاش كنديروا هكا، وهو العلاقه ديالنا مع راسنا. انت ولا انت اللي كتسمعني دابا هو اكبر واحد عارف راسو، عارف داكشي اللي فيك ماشي زوين، عارف داك الشر اللي كديرو، عارف بلي انت واحد الانسان اللي ماشي مزيان. هاد المشاعر هادو كيخليوك ما تعتنيش براسك، كيخليوك تتعامل مع راسك فحال شي واحد اللي ما عندكش معاه. فكر دابا في راسك، فكر في المشاكل اللي عندك، وتخيل باللي شي واحد اللي عزيز عليك، يعني تخيل باللي خوك الصغير اختك الصغيره عنده نفس هاد المشاكل اللي عندك وانت ولا انت مسؤول عليهم. كيفاش كنتي غتعامل معاهم؟ شنو كنتي غتقول لهم؟ هادشي بالضبط هو اللي خاصك دير. بغي راسك،
بغي الخير لراسك، راك انسان اللي كيستحق الاعتناء. الا وصلت بك كاع شد ورقه وستيلو، تخيل هاد السيناريو اللي قلت لك دابا عاد، وشوف كيفاش غتعامل، وكتب نصائح اللي غتعطي وداكشي اللي غتقولو. تعامل مع راسك فحال شي واحد اللي مسؤول على المساعده.